إذا أدخلنا ما ليس في الدين فيه فهذا يعبر عنه ماذا؟ بدعة، ابتداع. ولهذا كثير من القضايا في مجتمعنا اليوم بدأت تنحرف عن مسيرة الشريعة، وللأسف يمارسها البعض منا باسم ماذا؟ باسم الدين. تتعالي إلى المقابر اليوم، ما من خميس من يوم خميس أو جمعة إلا والمؤمنون يتوافدون إلى قبور أحبتهم، وهذا أمر رائع. لكن كل واحد شايل إليه شنو؟ مشموم بدينار ودينارين وثلاثة ويحط على القبر، أو ورود من النوع الغالي الثمين أو غير ذلك. هذا أنت تحط بيانية بأي؟ أنت إذا وضعته بنية تكريم الميت على أساس أن هذا طريق شرعي للتكريم، أنت حاط نبات عليه، أغصان خضراء، الشريعة قالت فقط شيئان: الجريدتان. إذا مات الميت يحطون على صدره شنو؟ جريدتان. شو يسمون أنتم؟ شو يسمونهم في السنابس؟ بس لا تغطون الحقيقة، قولوا مناويس. عندنا بست ربع يسمونهم شنو؟ مناويس. أغلب ليش مناويس؟ لأنها تؤنس، مشتقة من الأنس. فهي ما دامت في الرواية الجريدة خضراء فإن عذاب القبر وضغطة القبر ما يجي للميت. طيب هذه الجريدة يجيب لك أي شجرة أخرى، إذا لم يوجد وضع غصن من السدر، مستحب أيضا. ولو دفن الميت ولم توضع على صدره جريدتين نسيانا، وضعت على قبره وتأخذ نفس الأثر. طيب يجي واحد يحط لي مشموم، واحد يجيب لي كذا ورود وما ادري ايش. هاي الأمور الخروج عن دائرة النص. إن جئنا به من باب ماذا؟ التعبير عن المحبة، فالأصل فيه الإباحة، ما في مشكلة. أنا أريد أعبر عن محبتي لأبي، على هواك افعل ما شئت، ولكن لا تنوي بأن ما تفعله راجع إلى شنو؟ إلى الشرع والدين. وضع مشموم ما موجود بالدين كثير من القضايا. وزراعة القبر مخل للأدب أيضا. يعني بعض الأمور واحد يتعاير حتى يشيل لأمه وأبوه، إذا بيودي كيف؟ الأصل في الإباحة بس مو من شر. بعضهم يحول قبر أبوه شنو؟ مزرعة.